قاتل محترف بيطلب منه تنفيذ عملية معينة وهو مش حابب يعملها، فبياخدوه كفار تجارب لتجربة جديدة بيتحكموا فيها بعدد الساعات اللي يقدر يعيشها، وبيكون قدامه بس 24 ساعة ويكون مقرر يعمل أي حاجة صح قبل ما يموت، وبينتقم من الناس اللي وصلوه لكده. تعالوا نشوف. قبل ما نبدأ ما تنساش إن اللايك اللي بتعمله هو أفضل دعم ممكن تعمله لنا، وعايز أتفق معاكم اتفاق جديد ونعمل خير كده مع بعض. إن الفيديو ده لو عدى 500 لايك في أول أسبوع في مبلغ محترم هنطلعه المستشفى 57 357، ونكون كلنا أمام ربنا مشتركين في الثواب ده. يلا ورونا همتكم. بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه كيس زيرا، وبيكون في عربية كده ومتكلبش وماشيين بيه في الكونغو، وعند نقطة تفتيش معينة بيتعرضوا لهجوم من ناس خارجة عن القانون، وبيخلصوا على كل اللي معاه إلا العميلة دي واللي اسمها لين، واللي بتكون بتشتغل تبع الشرطة الدولية، ومهمتها هي حماية زيرا لأهمية المعلومات اللي عنده. المهم بعد شوية طحن كده بتقدر تخلع بيه من المكان، وبنروح لترافيس واللي بيكون واقف على شط البحر مع فراداك وده صاحبه، وبيكون عدى سنة على موت زوجة ترافيس وابنهم آدم، وبيفتكرهم وبيكون حزين على فراقهم. وبعدها بيدخل فرادك للبيت وبيكونوا سكرانين، لكنه بيطلع يتمشى شويه لوحده وبيروح لديسكو، وبيجي عليه ناس وهو عارف انهم جايين له، فبيحبسهم في الحمام وبيقولوا له انهم من طرف جيم، وبيهينهم شويه كده وبعدين بيسيبهم وبيطلع يشرب كاس. بيلاقي جيم ده مستنيه، وبيكون جيم ده هو الدراع اليمين لويتزلر، واللي بيكون صاحب شركه بتعمل تجارب على اشخاص من جنوب افريقيا، والتجارب دي لو نجحت هيكسبوا من وراها فلوس كتير. المهم بيقول له جيم انهم عايزينه يشتغل معاهم تاني، لكنه بيرفض، ولما بيقول له جيم ان اليوم الواحد هتاخد قصاده $1,000,000 بيغير رايه، وبيرجع تاني يقعد جنبه ويتكلم معاه، وبيقول له هوافق لو ضاعفت المبلغ. وبيروح لمكان كده بيوري له الهدف بتاعه، وبيكون هو زيرو نفس الشخص اللي بتأمنه اللين، وبيقول له شويه معلومات عنه وانه رايح يقول شهادته ضد الشركه بتاعتنا للامم المتحده، ولكن وقفنا له ناس عند الحدود الناميبيه، ولكنه قدر يهرب بمساعده واحده من الشرطه الدوليه اسمها لين. وده المشهد اللي شفناه في البدايه. عملت لايك ولا لسه؟ طب اشتركت في القناه؟ يا عم ماشي. وبتكون لين بتكلم ابنها كريستوفر وبتقول انها هترجع للبيت بكره، وبيشتغل على طول ترافيس وما بيضيعش وقت، وبيروح لعنوان لين وبيسال عليها امها على انه صديق قديم ليها وكده، وبيتعرف على ستوفر وبيعرف منه انها هترجع بكره، وهو بيهزر معاه بيسرق حاجه من شنطته وبنعرف انه موبايله عشان ياخد من عليه شويه معلومات عنهم اكتر. وبيروح للمطار في الوقت اللي المفروض عندها رحله فيه، وبيقف جنبها وبيقول فزوره لناس حواليه كده، وحل الفزوره بيكون اسم كريستوفر على اسم ابنها، فبتركز معاه لكنها مش بتعطيه اهتمام في الاول، ولما بيسالها بترد عليه بالكوري انها ما بتتكلمش انجليش، فلما بيرد عليها بالكوري بتستغرب وبترد عليه بالانجليش وبتعجب بيه، وبتروح لطيارتها لكنه بيقدر يعمل حاجه كده وبيلغي الرحله بتاعتها لتاني يوم، وبترجع له وبيعرض عليها يتعشوا سوا وبتوافق، وفعلا بيروحوا المطعم وبيسالوا بعض بتشتغلوا ايه، لكنهم الاثنين ما بيرضوش يقولوا لبعض حاجه مهمه، وبيقضوا اليوم سوا، وبيكون المطلوب منه يقتلها وبيجهز فعلا سلاحه، وبيروح عليها وهي بتاخد دش وبيخلص عليها، لكنه بيكون بيتخيل، وبيرجع في كلامه في اخر لحظه بعد ما بيجهز سلاحه لمجرد ان عندها طفل فما هنتش عليه وكده، وبياخد من تليفونها شويه معلومات بس وبيسيبها وبيمشي. وهو في الشارع بتروح ورا جالي وبتزعق فيه وبتقول له يسلم نفسه وينزل على ركبته، لكنهم بيضربوا على بعض نار وبتقدر تصيبه في صدره وبيقع على الارض، والمفروض كده انه مات. وبيجي المشهد وترافيس في مستشفى وفي ممرضة بتحاول تهديه وبتقول له انك هتبقى كويس، بيكون جيم قدامه بيقول له انك اتقتلت يا مان وانك هتموت، وبيجي عليهم ويتزلر صاحب المشروع اللي اتكلمنا فيه وبيقول له انك فشلت في المهمة بتاعتك، وزيرا قدامه اقل من ساعتين ويعمل اللقاء اللي ما كناش عايزينه يعمله. ولما بيطلب ترافيس من جيم يخرجه من هنا بيقول له انك مش هتخرج من هنا ابدا، وبيقول له كل اللي اقدر اعمله ان انا اجيب لك الممرضة تعطيك حاجة تخلي الموضوع ينتهي بشكل اسرع. وفعلا بينادي الممرضة وبتكون هتحقنه بمخدر قوي ممكن يموته، لكنه بيتهجم عليها في اخر لحظه وبيضرب الامن اللي في المكان كله، والممرضه بيزنقها في الحيطه وبيقول لها ايه اللي بيحصل لي، فبتقول له انهم عملوا عليك التجربه بتاعتهم ونجحت، وانك هتشوف كوابيس كتير، وده لان جسمك مليان بالمواد المخدره، وان قدامك اقل من 24 ساعه بس تعيشهم وبعدها هتموت. فبياخدها معاه وبيطلع بره وبيكون في وسط حاويات كتير كده، وبيضرب اي حد بيتعرض له من الامن اللي بيحاولوا يخلصوا عليه، لكنه بيكون متمكن وبيخلص عليهم كلهم. وبيشوف ادم ابنه في وسط المعمعه دي لكنه بيكون بيتهيأ له، وفي الاخر بيسيب الممرضه تمشي من غير ما يأذيها لما بتترجاه، وبيكون في ايده عداد كده للساعات اللي باقيه من حياته، وبيكون لسه باقيله 20 ساعه ونص تقريبا، وبيوصل للتليفون وبيكلم فرادك صاحبه وبيودعه، فبيقول له فرادك ان انت كنت اب وزوج صالح واوعى تستسلم. وبنروح للين واللي بتكون وصلت زيرو المكان اللي هيسجل فيه اعترافاته، وبيقول في الاعترافات دي انهم اخدونا السنه اللي فاتت لساحه مليانه بالجثث، وكان كل واحد منهم على صدره ندبه، وجمعناهم كلهم في قبر جماعي بحجم نص ملعب كوره، وحرقناهم كلهم وكان حوالي 70 جثه، خدنا
وقتها كل واحد 50,000 دولار كحوافز للمهمة دي. وهو بيتكلم والكاميرات بتسجل، بتكون لين بتراقب من الشباك كده، فبتشوف قناص بيقنص عليهم، فبتزعق فيهم يوطوا بسرعة عشان ما حدش يتصاب، لكن الفوضى بتملى المكان. وبيكون القناص ده بيحاول يصطاد زيرة مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة بيوقع حد تاني مكانه، وبيقدر ياخد زير الكاميرا قبل ما تاخده لين وتهرب من المكان. وبيكون عدد الناس اللي بيهاجموهم كتير قوي، وبيروحوا لهم المكان اللي هم فيه، لكن لين بتقدر تهرب بزيرة من المكان، وهي بتضرب عليهم كده بيجي حد من وراها ولسه هيضرب عليها نار، فبيظهر ترافيس بعربية وبيخبطهم وبيركبوا معاه وبيجري بسرعة بيهم من المكان. بيسأل ترافيس زيرة عملت ايه للناس دي عشان عايزين يخلصوا عليك بالشكل ده، وفجأة بيظهر الناس دي تاني وبيكونوا عايزين يخلصوا عليهم، وبيجروا وراهم بالعربية وبيضربوا عليهم نار كتير لحد ما بيقدر يلبس عربيتهم كده وبيهرب منهم. لكن فجأة بنلاقي ان زيرة بيضرب برصاصة في صدره، وبنلاقي ان واحد قنص عليه من على كوبري، وبتحاول لين تنقذه لكنه بيكون بيموت. وبيروح بيهم ترافيس لمكان فاضي كده، وبيكون زيرة خلاص بيحتضر، بيعطيها الممر بتاع الكاميرا علشان تفضح الناس دي، وبيودع الفيلم لحد هنا. وبيروح رجال جيم ليه وبيسلموه الكاميرا، لكنها بتكون ما فيهاش ميموري، وبيتعصب عليهم جيم وبيقول له يطلع بره حالا. بيسأل ويزلر عن المهمة اتنفذت ولا لا، فبيقول له جيم لا، فبيهدده ويزلر وبيقول له ان انت اخفقت كتير، وانت كده بتعرضني وبتعرض نفسك واهلك للخطر. فبيلجأ جيم للحل الاخير، وهو انه يخطف ابن لين كريستوفر ويهددها بيه بما انها كانت اخر شخص مع زيرة قبل ما يموت. وفعلا بيخطفوا كريستوفر، وبيروح لترافيس ولين وبيقول لها ارجعي لحياتك وعيشي حياتك، وانا كده كده قدامي اقل من 16 ساعة وهموت. وفجأة بيرن تليفونها وبيكون جيم، وبيقول لها عايز اكلم ترافيس، وبيقول له ان كريستوفر ابن لين معاه وعرفها بكده، وانه عايز الممر مقابل حياته. فلما بيبص لها ترافيس بتخاف، وفعلا بيقول لها انهم خطفوا ابنها كريستوفر، تنهار من الخوف عليه، لكنه بيقول لها انه هيساعدها ترجعه. وبياخدها وبيروح المكان كده، وهو في الطريق بيكون شايف ابنه ادم، فبينزل يشوفه، لكنه بيفوق وبيعرف انه كان بيتهيأ له، وبيرجع تاني للعربية وبيكمل طريقه عادي، وبيروح لبيته. بيكون بيجيب اسلحة وقنابل معاه في الشنطة دي، وبيقول انهم هيقابلوا ناس خطيرة ولازم يكونوا بارعين وجاهزين ليهم. وبيروح لمكان كده فيه صديق قديم ليه من جنوب افريقيا، وبيستغرب صديقه انه جاي له في الوقت ده، وبيقولوا له هو ولين انهم عايزين يعرفوا معلومات عن الجبل الاحمر، وان في عدد من الناس اللي اختفت الفتره الاخيره وعايزين نعرف ايه السر في اختفائهم. فبيقول لهم تعالوا معايا اوريكم حاجه. وبيكون الناس اللي معاهم كريستوفر رايحين بيه لنفس المكان اللي اسمه الجبل الاحمر ده، وبيكون عشان يوصلوا المكان ده لازم يعدوا على القريه اللي فيها صديق ترافيس اللي هم عنده ده. وهم معديين من القريه بيكون ترافيس واقف قدامهم، فبيقفوا يتكلموا معاه، وبينزل القائد بتاعهم وبيقول له ترافيس انا معايا 318,000 دولار في الشنطه دي، خدهم واعطيني اللي معاك، والا هاخد اللي معاك وهاخد الشنطه. يرد عليه بسخريه ان احنا 12 واحد، هتواجه 12 شخص مسلح لوحدك. بيطلع صديق ترافيس ومعاه رجاله تانية كتير، وبيكونوا كلهم لهم ناس مفقودين وشاكين ان الشركه دي هي اللي ورا الموضوع ده. وفجاه بيضرب كله في كله، وبيكون ترافيس في غيبوبه هلوسه كده من اللي بتجيله دي، ومش حاسس باللي بيحصل. وبتهرب عربيه من 3، وبتكون لين خايفه على ابنها قوي، وبيظهر واحد ومعاه RPG، وبيكون هيضرب على العربيه اللي هربت دي، ولين بتزعق فيه عشان ابنها في العربيه، لكنه بيضربها وبتنفجر العربيه للاسف. ولما بيفوق ترافيس من الهلوسه دي بيقول لها اركبي العربيه عشان نلحقهم، وما تخافيش هو مش في العربيه اللي ضربت دي، هو في العربيه الثانيه، وهو ده البروتوكول. وبيجري ورا العربيه لحد ما بيشوفوها، وبياخد طريق مختصر كده، وبيقدر يخبط العربيه وبيوقفها، وبيضرب على السواق نار. وفعلا بتلاقي لين كريستوفر، وبيكونوا مغطيين وشه بحاجه سمراء كده، وبتاخده في حضنها وبتتبسط قوي انها لقته وطمنت عليه. وبيبص ترافيس على الوقت بيلاقي ان باقي له 36 دقيقه، فبيقرر انه يروح يخلص على جيم وويتزلر قبل ما يموت، ويودع لين وابنها وبيمشي. وبياخد واحد من رجاله جيم، وهو الوحيد اللي سابه عايش علشان يعرف يدخل من خلاله المكان، وبياخده وبيروح هناك، وبيكون بيهدده بالسلاح، وفعلا بينفذ كل اللي بيطلبه منه، وبيكلم الامن باللاسلكي عشان يفتحوا له البوابه ويدخل. وفعلا ده اللي بيحصل، وبيكون مغطي ترافيس راسه بقماشه سمراء. واول لما واحد من الامن بيشيلها من على راسه بيضربه بالنار، وبينزل فيهم كلهم ضرب يا معلم. وبيبلغ الذكاء الاصطناعي القياده اللي هم جيم وويتزلر باختراق امني، وبيعرفوا من الكاميرات ان هو ترافيس وجاي ينتقم. وبيكلموا جيم في الميكروفون وبيقول له ان كل اللي احنا عايزينه الميموري، ليه كل ده؟ وبيكونوا في نفس الوقت بيبعتوا له فرق خاصه عشان تخلص عليه، لكنه ما بيعجبهوش كلامهم، وبيمشي بالعربيه وسط رجالتهم كده، وبيدخل بيها لجوه المبنى. ولما الرجاله بتقرب من العربيه بالراحه بيكونوا مش عارفين يوصلوا لها لان السلالم مغطيه عليها. وبيكون في شخصين رايحين لفرادك صديق ترافيس عشان يخلصوا عليه، لكنه بيكون متوقع ده ومتداري، وبيجي من وراهم وبيخلص هو عليهم.
وبنرجع تاني لترافيس اللي قدر يخترق النظام الامني وقفل كل البوابات وما عادش حد هيقدر يخرج من المكان. ولما بيوصل للرجاله اخيرا العربيه بيلاقوا ان فيها قنابل كتير وهتنفجر حالا، فبيقدروا بسرعه وفعلا بتنفجر فيهم، والانفجار بيكون قوي قوي لدرجه انه بيوصل لاصحابك اللي فوق في القياده دول. وبيطلب ويزلر هليكوبتر علشان يهرب بيها قبل ما يخلص عليه ترافيس، علشان عارف انه جاي يخلص عليه وعارف ان عنده القدره انه يعمل كده. وبيكون جيم فاقد الامل وعارف انه هيموت وبيروح يشرب له كاس على روحه، على روح نفسه يعني. وبيظهر فجاه ترافيس عليهم وبيخلص على الرجاله الموجوده معاهم في المكان كلهم، وبيقدر يموتهم واحد ورا التاني بمنتهى الاحترافيه. وفي واحده كده بتقدر تصيبه في دراعه، لكنه بيروح لها وبياخدها في حضنه كده وبالسكاكين يا معلم بيخلص على امها خالص. كل ده بيحصل وجيم قاعد بيشرب وعارف انه هيموتهم كلهم مهما عملوا، لانه كان صديقه وعارف قدراته كويس. وبيبص ترافيس على ايده بيكون باقيله 6 دقايق، فبيقوم عليهم بالرشاش ده وبيكون بيضرب حواليهم ومش عايز يضرب عليهم. بيطلع عليه فجأة واحد ضخم كده وبياخده على اخوانه فبيوقعه، وبيقدر برضه يخلص عليه في الاخر وبيقف قدامهم كده. وبيكون ويسلر عامل من بنها وماشي كده، لكن ترافيس بيضربه طلقه في رجله وبيقعده مكانه. وبيكون الاثنين قاعدين قدامه وهو رافع عليهم السلاح، وبيكون ويسلر بيحاول يسخنه على جيم وبيقول له انت مش عايز تقتله علشان مفكره صديقك، لكن لما امرته يقتل مراتك وابنك ما ترددش لحظه. فبيضربه كمان طلقه في دراعه وبيكلم جيم وبيعرف منه هل هو كان قادر على انقاذهم. فبيقول له جيم ان ويسلر كان بيخيرني بين عيلتك وعيلتي انا. وبيبص ترافيس على الوقت وبيكون باقيله لسه اقل من 3 دقايق، لكنه في اخر لحظه بينزل السلاح من عليه بيقول له انا مش عايز اقتلك. وبيلغي جيم عمليه الاغتيال اللي امر ويسلر انها تتنفذ في لين، وبيبسط ترافيس وبيقف جيم قدام ويسلر وبيرفع عليه السلاح. لكن فجاه بتدخل الشرطه للمكان وبيهددوه ينزل سلاحه. فبيبص جيم على ترافيس كده وبيضرب على ويسلر، وفي نفس اللحظه بتضرب عليه الشرطه وبيموتوا هما الاثنين في نفس اللحظه تقريبا. وبيكون الوقت بتاع ترافيس كمان خلص وبيروح في غيبوبه كده، وبيجي عليه المشهد هو نايم برضه في مكان زي مستشفى كده وبيفوق تاني من الغيبوبه دي. معنى ده ايه؟ ايوه انت بقيت خبره صديقي وفهمت شغل المخرجين ده. قول لي بقى في التعليقات لو عجبك الفيديو هنعمل اجزاء تانية منه. وما تنساش اتفقنا اللي في اول حلقه والتحدي ان الفيديو ده يجيب 500 لايك في اول اسبوع، وان شاء الله نقدر نحققه. واللي وصل لحد هنا اكتب كلمه سر في التعليقات عشان نعرف مين اللي بيكمل الفيديو الاخر، والكلمه هي تسلم ايدك يا ايران. هسيب لك هنا 4 اقتراحات لو معاك وقت شوف اللي يعجبك فيهم، وفي الاخر صل على النبي محمد واشوفك في فيديو جديد. سلام.